عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفتنا النهاردة. معايا بصل بودر، جنزبيل، زعتر، بهارات، فلفل أسمر، ملح، كركم. ومعايا معلقتين كبار من الصلصة، وعلبة ونص من الزبادي، ومعلقتين من الخل. وهنا بقى ندوبهم كويس، وبعد كده نكون غاسلين الفراخ كويس جدا. وبعد كده نحطهم في الخلطة دي ونسيبهم على الأقل ساعتين. بعد كده بقى بعد ساعتين نجيبوا بقى الشبكة دي ونعملها كده بالزيت، ندهنها بالزيت عشان لما نحط الفراخ ما تلزقش فيها. ما عندكوش الشبكة دي ممكن تعملوها في شبكة بتاعة الفرن عادي، مفيش مشكلة. هتطلع تحفة وجميلة وهتعجبكم جدا بجد. جربوها مش هتندموا. هنرصص بقى الفراخ كده، وبعد كده نحط بقية الخلطة فوق منها، ونحط صينية تحت الشبكة دي وندخلها الفرن على طول. هتطلع تحفة. معايا بقى كام بتنجانة كده وقرنين فلفل كده حلوين، هنشويهم على النار. وبعد كده نقشرهم زي ما انت هتشوفوا كده، وهنضربهم في الكبة. كلهم كده يتقشروا. ادي الكبة بتاعتنا. هحط فيها بقى البتنجان والفلفل، هديهم ضربة بس كده. بعد كده هنزل عليهم بنص علبة زبادي، ومعلقتين كبار من الطحينة، وهحط عليهم ملح وكمون وشوية شطة صغيرين، ويا دوبك بس معلقتين زيت. وهضربهم تاني كده. ادي بقى كده السلطة بتاعتنا. هحط عليها كده معلقتين طحينة من فوق للتزيين، وهحط برضو معلقتين زيت، هنا معلقة وهنا معلقة، وشوية صغيرين كده من البابريكا يدوا منظر حلو زي ما انت هتشوفوا كده. بصوا الجمال. طعمها كان تحفة بجد والله يا جماعة، هتعجبكم جدا. ادي بقى الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. ايه رأيكم؟ تحفة اكنكم بجد جايبينها من بره. كنت عاملة كمان ملوخية وعاملة رز بالشعرية. الاكل النهاردة كان حلو جدا. بصوا الجمال. يا رب الوصفة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.